فيلمنا بيبدأ مع جون وبنعرف إنه اتخرج من كلية الحقوق لكنه كان بيحب الحياة العسكرية وبيقرر يتطوع وبقى ضابط في الصاعقة الأمريكية وبيفضل ياخد مهماته وبينجح فيها وبيترقى وبيتجوز الست اللي بيحبها وبيخلف بنته وكان مبسوط إنه بيعمل الحاجة اللي بيحبها وحياته مثالية لكن بتحصل حاجة غريبة بتغير حياته 180 درجة وكان عنده مهمة هو وفريقه ومطلوب منهم يقبضوا على رئيس دولة ديكتاتوري وبيركب مع فريقه طيارة هليكوبتر علشان يروحوا للدولة اللي فيها الرئيس لكن بيتضرب عليهم صاروخ RPG وبيقع جون من الطيارة على ظهره قبل ما تنفجر بفريقه وبيتأثر جون بموت فريقه وبيضطر يسيب الحياة العسكرية بسبب الإصابة وبيرجع جون تاني يشتغل محامي وبتكون حياته روتينية وبنشوفه كل يوم الصبح وهو بيوصل بنته للمدرسة وبيديها نصايح ازاي تدافع عن نفسها وتضرب أي حد يحاول يتعرض لها ويتنمر عليها وبعدها بيروح لمكتبه وبيقابل عملائه عايزين يمسك لهم قضايا وبيكون جون حاسس بالملل من حياته ونفسه يرجع الجيش وفجأة بيدخل عليه ضابط صديقه من الجيش وبيفرح جون لما بيشوفه وبيرحب بيه وبيطلب منه صديقي يجي معاه وبياخده وبيروح المصنع كبير لتصنيع الأسلحة والطيارات وبيتفاجئ جون من كمية الأسلحة والذخيرة وبيقول له صاحبه إنهم بيصنعوا أي سلاح وبيبيعوه للدول المنظمات في كل أنحاء العالم وبيطلب منه يشتغل معاه عشان يأمن العمليات اللي بيعملوها وبيقول له إن هيدفع له فلوس كتير يقدر بيها يأمن مستقبل مراته وبنته وبيتفاجئ جون إن رئيس الدولة اللي كان عندهم مهمة يقبضوا عليه بيتعامل مع صديقه وبيشتروا منه أسلحة وبيسأله إزاي وافق يبيع له أسلحة وإن هو كان السبب في موت فريقه لكن صديقه بيقول له إن ده شغل ولو ما اشتراش منه هيشتري من غيره وبيطمنه إنه مش هيتعامل معاه وإنه مطلوب منه يحمي صحفية هتتعمل منه مقابلة صحفية وبيضطر جون يوافق لأنه محتاج للفلوس وبعدها بيروح عشان ياخد بنته من المدرسة وبيتفاجئ إن مراته هناك وبتتخانق معاه عشان بنته ضربت زميلها في المدرسة بسبب نصايحه وبتكون عايز تسيب له البيت تروح عند والدتها ولكنها بيقول لها إن هي تفضل في البيت وهو هيسافر فترة عشان عنده شغل وبيدخل لبنته عشان يودعها لكن بعدها مراته بتشك فيه وبتسأله عن طبيعة شغل اللي هيسافر ليه وما بيكونش جون عايز يقول لها عشان ما تقلقش عليه لكنها بتفضل تزن عليه لحد ما بيقول لها ان هو هيبقى حارس شخصي وهيأمن حياة صحفية وبتتفاجئ من كلامه لان هي عارفة ان هو هيعرض نفسه للخطر وممكن يجرى له حاجة لكن جون بيقول لها ان دي الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها وانهم محتاجين فلوس عشان مصاريف بنتهم وبيطمنها ان هو هيبقى كويس وبيسيبها وبيمشي وبعدها بيروح لبيت الصحفية وبيستناها لما تخرج وبتفتكره واحد من معجبينها وبتمديله توقيعها لكنه بيعرفها بنفسه وانه هيبقى مسؤول عن حمايتها وبتركب الصحفية مع عربيته وبيروح للمطار وبتفضل تسأله عن حياته وبيقول لها ان هو كان ضابط قوات خاصة في الصاعقة لكنه ساب الجيش وبيعرف جون منها انها هتعمل مبلغ صحفية مع الرئيس وبتطلب منه ما تتدخلش في شغلها كل اللي عليه يحميها من الخطف او الاغتيال وبيركبوا الطيارة وبيتفرج جون على فيديو وبيكون كل الناس متحمسين للقاء اللي هتعمله الصحفية لان دي اول مرة يوافق الرئيس انه يعمل مقابلة وبيوصلوا للدولة وبتستقبلهم الرئيس وبيرحب بالصحفية وبيقول لها انه معجب بيها من زمان وعشان كده هي الوحيدة اللي وافق يعمل معاها المقابلة وبتتفاجئ بالصحفية انه لطيف معاها وكمان طلب منها يتصوروا وبياخدها في عربيته وبيركب معاهم جون وبيكون متضايق من الرئيس لكنه ما بيرضاش يبين وبيفضل الرئيس يتكلم مع الصحفية طول الطريق وبيتجاهله جون وبيحس جون بالملل وبيكون رايحين للقصر بتاعه لكن فجأة بتنفجر عربية من اللي بتأمنهم وبيكون معمول لهم كمين على الجسر والسواق بياخد طلقة وبيموت وبينصدم جون وبيفضل شوية مش مستوعب اللي بيحصل وبعدها بيجري علشان يحمي الصحفية وبيخليها تستخبي تحت الكرسي وبيركب مكان السواق وبيحاول يهرب من المكان وبيفضل يخبط في العربيات اللي قدامه وبيطلب من الصحفية والرئيس يفضلوا مكانهم وبياخد المسدس من السواق وبينزل من العربية وبيبدأ يضرب على الإرهابيين وبينجح إنه يقتل عدد كبير منهم وبيخرج الرئيس وهو مش مصدق إن شعبه عمل الانقلاب عليه وبيحاول يقتله وبياخد جون سلاح من الإرهابيين وبيقول له الرئيس يجي معاهم عشان يحميه لكنه بيرفض وبيتفرق عنهم وبتروح الصحفية مع جون وبيفضلوا ماشيين في الغابة لكن الصحفية بتحس بالتعب وبتضطر تقعد علشان تستريح وبيروح لهم الرئيس علشان خايف يمشي لوحده وبيستخدم جون اللاسلكي وبيتصل بصديقه وبيحكوا له عن اللي حصل وبيقول له صديقه يروح للمكان معين وهو يبعت له طيارة تاخدهم وبيكون الرئيس عايز يعمل مكالمة لكن جون بيرفض علشان هو مش واثق فيه وبيهدده بالمسدس لكن الصحفية بتدافع عنه وبتطلب من جون ينزل المسدس وبيضطر جون يسمع كلامها
وبيديله اللاسلكي وبيتصل بالرئيس أخوه واللي بيكون قائد الجيش عشان يطلب مساعدته، لكن بيتضح إن متعاون مع عصابات المرتزقة وهو اللي عمل عليه انقلاب وعايز يقتله عشان ياخد السلطة مكانه، وبيعرض عليه الصحفية يهرب معاهم لكنه بيرفض وبيصمم يرجع للحكم مرة تانية. وبتكون الصحفية عايزة تفضى علشان تغطي أحداث الانقلاب، لكن جون بياخدها وبيكملوا طريقهم وبيروحوا للمكان اللي صاحبه قال عليه، وبتوصل الطيارة لكن فجأة بينزل منها اتنين وبيضربوا عليهم نار وبتضح إنهم من المرتزقة، وبينصدم جون وبيحاول هو والصحفية يهربوا لكن الطيارة بتفضل تطاردهم وبتضرب عليهم، وبيستخبى جون ورا الشجرة وبيفضل يضرب على الطيارة لحد ما بينجح إنه يوقعها، وبيدخلوا الغابة علشان يستخبوا فيها لكنهم بيفرقوا عن بعض، وبتفضل الصحفية تنادي عليه ولكنها بيشوفها واحد من اللي بيحاولوا يقتلوها بيقرب منها، وبتخاف الصحفية وبتحس إن دي نهايتها، وبيظهر جون في الوقت المناسب وبينقذها وبيتخانق معاه وبينجح إنه يخلص عليه، بس فجأة بيجي الشخص التاني وبيرفع عليهم السلاح عشان يقتلهم لكن الرئيس بيجي من وراه بيقتله وبينقذهم في آخر لحظة، وبيروح يطمن على الصحفية وبيهتم بيها وبيتجاهل جون كأنه مش موجود، وبعدها الصحفية بتتكلم مع جون وبتلاحظ إن ظهره بيوجعه وبتسأله عن السبب، فبيقول لها إن هو اتصاب في آخر مهمة ليه مع فريقه قبل ما يسيب الجيش، وإنه من ساعتها وساب الحياة العسكرية وبقى محامي. هو بيتفاجئ الصحفية من كلامه خصوصا لما تعرف إنه أول حد يأمنه في شغلانته الجديدة كحارس شخصي. بعدها بيضطروا يروحوا مع الرئيس لأنه الوحيد اللي يعرف البلد ويقدر يوصلهم لمكان آمن، وبياخدهم وبيروح لمجموعة صيادين من الشعب وبيكونوا ناس طيبين وبيرحبوا بيهم وبيغيروا هدومهم، وبيقرر الصحفية تعمل المقابلة مع الرئيس وبتسأله عن محاولة اغتياله من اللي وراها، وبيقول لها الرئيس إن دولته غنية بالمعادن الطبيعية النادرة اللي بتدخل في تصنيع كل حاجة، وعشان كده هي مطمع الدول والشركات والعصابات المرتزقة اللي عايزة تستغل الموارد بتاعتهم، ولما رفض يتعاون معاهم حاولوا يغتالوا أكتر من مرة. وبيصور جون المقابلة وهو مصدوم من كلامه وبيعرف إنه مش ديكتاتوري زي ما كان فاهم، وبيخلص الرئيس المقابلة وبيفضل الصيادين يهتفوا باسمه وبيدعموه ضد الانقلاب وبيحتفلوا بيهم، وبترقص الصحفية مع الرئيس وبيكون جون شايفهم وحاسس بالغيرة، وبالليل بيروح ينام وبتحاول الصحفية تقرب من جون لكنه بيصدها وبيقول لها إنه لسه بيحب مراته وبالرغم من المشاكل بينهم، وبتحس الصحفية بالإحراج وبتسيبه وبتنام. وتاني يوم بيجهز جون حاجتهم عشان يمشوا بعد ما عملوا المقابلة، لكن الصحفية بتكون عايزة تستنى عشان تعرف نهاية الانقلاب، وبيشك جون إن صديقه بعته في المهمة دي لسبب تاني، وبيتصل بيه وبيسأله وبيقول له صديقه إنه عايز يقتل الصيادين عشان يقدر يخلص من الرئيس، وبيقول له إن في شركات عايزة تستولى على معادن الدولة عشان كده هيدفعوا له اللي هو عاوزه وكمان هيقدر ينتقم لفريقه. وبيتفاجئ جون من كلامه أول ما بيكونش عارف يعمل إيه، وبيتصل ببنته يطمن عليها، وبعدها بيتكلم مراته وبيشكرها علشان هي استحملت السنين اللي فاتت، وبيقول لها إن هي بيحبها وبيتعلق بيها من كلامه، وهي بتحس إن هو بيودعها لكنه بيطمنها وبيقول لها إن هو قرب يخلص شغلانته وهيرجع ليهم، وبيقفل معاها وبيمسك مسدسه وبيروح ناحية الرئيس لكنه بيحكي له كل حاجة وبيقول له إن هم عارفين مكانه وحياته في خطر ولازم يمشوا في أسرع وقت، وبيقطع كلامهم مع عربيات للعصابات المرتزقة ومعاهم أسلحة وبيستخبوا التلاتة منهم، وبيفضلوا المرتزقة يضربوا الصيادين وبيهددوهم إن هم يقتلوهم لو ما اعترفوش على مكان الرئيس، وبيشوف الرئيس اللي بيحصل وبيقرر يسلم نفسه علشان ينقذهم، وبتطلب الصحفية من جون يسيبها وينقذ الرئيس وبيضطر يسمع كلامها وبيركب حصان وبياخده في آخر لحظة، وبتركب الصحفية حصان وبتروح وراهم وبيبدأوا المرتزقة يطاردوهم بالعربيات وبيضربوا عليهم نار، وبتخاف الصحفية وبتعمل فوق الحصان وبيقبضوا عليها، وبيكون جون عايز يرجع لها لكن الرئيس بيقول لهم إن هم مش هيأذوها طول ما هم عايشين، وبيقرروا يهربوا من الغابة عشان يفكروا في خطة ينقذوها منهم. وبتتكلم الصحفية مع المرتزقة وبتحاول تعرف مين اللي طلب منهم يعمل كده، وبنعرف هو كمان عايز يستولى على معادن الدولة علشان يبنوا جيش قوي يحتلوا بيه العالم. في الوقت ده جون بيتكلم مع الرئيس وبيعترف له صديقه طلب منه يقتله علشان ينتقم لفريقه اللي اتقتل على ايده، لكن الرئيس بيصدمه وبيقول له ان هو مش اللي ادى امر بضرب طيارتهم وان اللي عمل كده كان عايز يلبسه تهمة ويطلع عليه سمعة انه مجرم وديكتاتوري. وبيتفاجئ جون من كلامه وبيفهم ان هو ليه وافق يعمل مقابلته مع الصحفية علشان يعرف الناس الحقيقة وإنه مش ديكتاتوري زي ما الناس فاكرة، وبيوصلوا للكنيسة وبيقرر يبيتوا فيها وبيقول له جون إنه مضطر يسلمه للمرتزقة عشان ينقذ الصحفية،
وبيقول له الرئيس إنه عنده خطة. وتاني يوم بيتقابلوا زعيم الثوار في الدولة، وبيتفاجئ جون وبيعرف إن الرئيس هو اللي عمل الثورة في البلد علشان يقضي على الخونة اللي عايزين يعملوا انقلاب عليه. وبعدها جون بيقابل المرتزقة وبيهددوهم يسلموا الرئيس واللي هيقتلوا الصحفية. وفجأة بيظهر الرئيس ومعاه عدد كبير من الثوار وبيحاصروا المرتزقة من كل اتجاه. وبيستغل جون الفرصة وبياخد الصفية وبيهربوا. وبيتجمعوا مع الرئيس وبيقول لهم إن لازم يدخل القصر علشان يطلع بث مباشر ويطمن الشعب إنه لسه عايش. وبيكون جون رافض عشان مستحيل يقدروا يوصلوا عايشين لأن أبوه ورجالته مسيطرين على القصر. لكن الرئيس بيقول له إن هو عنده طريقة يدخلوا بيها. هو بياخدهم وبيروحوا لنبأ سري تحت الأرض، وبيقول لهم إن هو هيقدر يوصل للقصر ومحدش عارف عنه حاجة. في الوقت ده بيكون أخوه قاعد على الكرسي بتاعه وفاكر إنه استولى عليه. وفجأة بيدخل الرئيس من باب سري وراه، وبيتصدم أخوه لما بيشوفه. وبيطمنه الرئيس إنه سامحه وبيفهمه إنه مخدوع في الشركات اللي اتفقت معاه وإن هما طمعانين في موارد الدولة. وبيطلب منه يتعاون معاه عشان يرجعوا الاستقرار للدولة. وبيفرح أخوه بيسلم عليه، لكن بيدخل جنرال الجيش من اللي عملوا انقلاب وبيضرب عليهم نار. وبيسيب الرئيس واخوه وبيقدر جون انه يقتله. وبيروح يطمن على الرئيس وبيكون كويس، والرصيد جت في عملة معدنية موجودة في جيبه. لكن اخوه اصابته بتكون خطيرة وبيجري الرئيس عليه وبيحضنه وبيعتذر لاخوه وبيطلب منه يسامحه. وهو بيموت وبيتأثر الرئيس وبيفضل يعيط. وبيدخل عليهم عدد كبير من ضباط الجيش وبيحاصروهم وبيحاولوا الرئيس يتكلم معاهم وبيقول لهم ان هم مخدوعين وان هم مصلحة الدولة وانهم بيكونوا خلاص هيصدقوا الضباط وبيكونوا هينزلوا اسلحتهم. لكن المرتزقة بيوصلوا وبيبدأوا يضربوا عليهم نار وبيتحول المكان لساحة حرب. وبتكون الصحفية بتصور كل اللي بيحصل بموبايلها. وبيبدأ جون يضرب عليهم نار وبينجح انه يقتل عدد كبير منهم. لكن ذخيرته بتقرب تخلص وبيضطر ياخد الصحفية والرئيس ويرجعوا للنفق. لكن الكهرباء بتقطع عليهم وبيطاردهم المرتزقة وبيحاول جون يعطلهم وبيفضل يصطاد فيهم واحد ورا التاني. ولكن فجأة بيترمى عليهم قنبلة وبيطير بعيد وبيقع على ظهره ولكنه بيستحمل الألم. وبيهجم على زعيم المرتزقة وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. وبيكونوا الاتنين محترفين فنون قتالية وقوتهم متساوية. وبيستخدم الزعيم سكينة وبيحاصر جون. وقبل ما يقتله بيعترف له إن هو اللي ضرب الطيارة بالار بي جي وقتل فريقه. وبيتفاجئ جون من كلامه وبتيجي الصحفية وبتضرب الزعيم من ظهره وبتنقذ جون. وبيروح يساعد الرئيس وبياخد السلاح من على الأرض وبيضرب على المرتزقة اللي محاصرين القصر. وبينبهر الرئيس بقوته وبيوصل صديق جون ومعاه رجالته وبيساعدوه يتعاونوا مع بعض علشان ينتقموا لفريقهم اللي مات على ايد المرتزقة. وبينجحوا انهم يخلصوا عليهم وبينقذوا الرئيس. وبتنشر الصحفية الفيديوهات اللي صورتها وبيشوفها العالم كله. وبيعرفوا إن عصابات المرتزقة حاولوا يغتالوا الرئيس علشان يستولوا على معادن الدولة ولكنهم فشلوا بفضل جون وفريقه. وبعدها بيتعمل مؤتمر صحفي وبيقرر الرئيس يتنحى عن منصبه وبيدي السلطة للشعب والثوار. وبيحضر جون المؤتمر وبنشوفه مراته في التلفزيون وبتفرح إنه كويس وبتكون فخورة باللي عمله. وتاني يوم بيرجع جون بعد مهمته خلصت وبيكون مراته وبنته مستنينه وبيفرحوا لما بيشوفوه. وبتقول له بنته إنها فخورة بيه عشان بطل وبتحضنه مراته وهي فرحانة إنه قدر يتخطى موت فريقه ورجع يعمل الحاجات اللي هو بيحبها. وتاني يوم بتجيب له رسالة من الرئيس وبيشكرها عشان أنقذ حياته وبيقول له إن بعت له هدية صغيرة مكافأة ليه. وبيروح جون يشوف رصيده بيتفاجئ إن الرئيس بعت له 5 مليار دولار. وبيرجع لمراته وبنته وبيقول لهم إن هياخد أجازة وهيروحوا رحلة يلفوا بيها العالم. وبيفرحوا إنهم أخيرا بقوا مع بعض وهيعيشوا حياة سعيدة. لو عجبك الملخص خليك معانا علشان تشوف كل جديد في عالم الأفلام، وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك واستنونا في الفيديو الجاي مع ملخص جديد.